سيداي الشهيدات ويشيخ معشوق غزنوي شبونا جينك أزادي جاني شيرين تداي سيداي الشهيدات ويشيخ معشوق غزنوي شبونا جينك أزادي جاني شيرين تداي بهارا ولد كشبويك ولا تجنب خياي بهارا ولد كشبويك ولا تجنب خياي واستجب رفتراك اللي تشكوكت قضاي واستجب رفتراك اللي تشكوكت قضاي آزادي قلن وخينا شيخ منتو مزقنام آزادي قلن وخينا شيخ منتو مزقنام كينو ترصاد الهدج من كردستان تو ببينا كينو ترصاد الهدج من كردستان تو ببينا سون بقورو جاني بيرو صولاتم بكندون سون بقورو جاني بيرو صولاتم بكندوز پیامات قطنا میره کردستان خاکا پیروز پیامات قطنا میره کردستان خاکا پیروز ای شهید شهید ای ربر شهید ام تفدی بونا شگر تو میری ای شهید شهید ای ربر شهید ام تفدی بونا شگر تو میری ام تفدی بونا شگر تو میری شوبا كل شيء صعيد قاسم محمد برزاني حقي تنوكر شوبا كل شيء صعيد قاسم محمد
برزانه عقيد اي شهيد شهيد اي ربر شهيد ام تبدي بنا شقرتو مريد ام تبدي بنا شقرتو مريد شهيد كرد معشوق اولدار لخوين صار كر دستن كولادا اي شهيد كرد معشوق اولدار لخوين صار كر دستن كولادا اي شهيد شهيد اي ربر شهيد ام تبدي بنا شقرتو مريد ام تبدي بنا شقرتو مريد ريتشك نوتا دا بشيا ملات لباشور تاقود بيروز بدولات ريتشك نوتا دا بشيا ملات لباشور تاقود بيروز بدولات اي شهيد شهيد اي ربر شهيد ام تبدي بنا شقرتو مريد ام تبدي بنا شقرتو مريد شلو ربا كرت وات قيان الشرين كريا خلات قام شلو ربا كرت وات قيان الشرين كريا خلات اي شهيد شهيد اي ربر شهيد ام تبدي بنا شقرتو مريد ام تبدي بنا شقرتو مريد
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، مفطرنا الجديد الكذب. الكذب هذه السلعة الغالية، العملة الصعبة إذا جاز التعبير، التي بها نفتح اليوم كل الأبواب. هذا الكذب هو المفطر الثاني عشر الذي يذهب بالثواب ويبطل العمل، بل ويذهب بصاحبه إلى بعيد، حيث يخرجه من دائرة الإسلام الخالص ليلقي به خارج دائرة الإسلام، حيث يوجد النفاق والفسق والفجور، وبعد ذلك النار. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الكذب باب من أبواب النفاق. كما تعلمون للنفاق أبواب كثيرة متعددة وردت في كثير من الأحاديث، وغالبا ما يأتي الكذب ظاهرا رافعا رأسيه بين تلك العلامات والأبواب، كقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: 4 أو 3 في روايات، 4 من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن وجدت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق، من جملتها إذا حدث كذب. فالكذب حقا هو باب من أبواب النفاق. ولذلك في الحديث الطويل يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالكذب: ولا يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. يعني يكذب ويكذب ويتخذ من الكذب صنعة ويتحراها، أينما مال الكذب مالت رياح الكذب مال معها، حتى أصبح يعرف بها، ولذلك يكتب عند الله أيضا كذابا. وللتغليظ من جرم وشناعة الكذب يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت ورؤيا الأنبياء حق. رؤيا الأنبياء كالوحي الظاهر لهم، لأن العلاقة بينهم وبين الله سبحانه وتعالى إذا كانت فيها شيء من وساوس الشيطان وكدرات النفس وأضغاث الأحلام، فربما توهموا وخلطوا الوساوس والأوهام مع الوحي. لذلك عصمهم الله من كل هذا، فاعتبر كل شيء يأتيهم من جانبه، حتى ما يتكلمه هو من تلقاء نفسه هو إلهام من الله سبحانه وتعالى، وما يراه في رؤياه هو انطباع في ذاكرته جاء من آثار الوحي الذي أراده الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت كأن رجلا جاءني في المنام، رأيت رجلا جاءني فقال لي قم، يطلب مني أن أقوم وأن أنهض وأن أسير معه. يقول: فقمت معه، سرنا مسافة، فإذا أنا برجلين، أجد رجلين، أحدهما قائم والآخر جالس، بيد القائم كلوب من حديد
الكلابات، الجنجل، اي شيء يعني تمسك به قطعة معينة، الكلابة يعني. بيد هذا القائم كلوب من حديد يلقمه في شدق الجالس، هكذا في احد جنبيه. يلقم الكلوب او الكلابة على تفسيراتنا ولغتنا الدارجة، يضعها في فمه من جانب ما، يضعه في شدق الجالس فيجذبه حتى يبلغ كاهله، ثم يدعه فيأتي الى الجانب الثاني فيعلقه في شدقه فيجذبه حتى يبلغ كاهله، فيكون اليمين قد ارتخى فيأتي الى اليمين وليجذبه، هكذا يجذب جانبا حتى يبلغ الكاهله ثم ينتقل الى الجانب الاخر. فقلت للذي اقامني، لهذا الذي قال قم معي وقمت معه، قلت له ما شأن هذا؟ لما يفعل بهذا الرجل الجالس؟ قال هذا رجل كذاب يعذب في قبره الى يوم القيامة، عيبه من لسانه، عيبه من شفتيه، من فكه، فهو سيعذب. هذا ليس عذابه، هذا مجرد الحمد لله على السلامة. يوم تذهب الى مثلا نعم يوم تذهب الى مثلا مفرزة امنية وتكون مطلوب بجرم جنائي او سياسي، اول ما يقولوا لك الحمد لله على السلامة كفين على الناشف. هذا لسه بمثابة الكفين على الناشف، لسه باقي قدامك الدولاب والكهرباء والاشياء الاخرى لسه باقية. بعد الحساب سنقيمك ونحاكمك ونكتب لك جدولا خاصا صباح مساء تعذب عذابا معينا. اما الان فمجرد تنبيه كما قلنا الحمد لله على السلامة، شلاب من اليمين ثم شلاب من اليسار، وهكذا نظل نبدل الجنب بالجنب حتى تقوم الساعة، لأنه رجل كذاب. ويروى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وهو من كبار فقهاء الصحابة. نعم هو صغير العمر، ليس من جيل عمر وابي بكر وغيرهم، لكنه من العبادلة، عبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص، كل هؤلاء كانوا من كبار الفقهاء في عهد الصحابة، التلاميذ الصغار الذين نشأوا في بداية الوحي وتلقوا وقلوبهم صافية، تلقوا الإسلام فانغرس في قلبهم وفي فكرهم وفي ذهنهم فصار جزءا من كيانهم. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد ليكذب الكذبة فيتباعد عنه الملك مسيرة ميل من نتن ما جاء به. يعني حين يكذب الإنسان، أنتم تعلمون حين يكون الإنسان مريضا يخرج رائحة كريهة من فمه، وربما تكون هناك بؤر أخرى في جسم الإنسان تنبعث منها بعض الروائح، لعلكم تجدون في أنفسكم مشقة كثيرة يوم تجاورون مثل هذا الإنسان. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل من هذين الثوم والبصل فلا يحضر مصلانا، يعني خلي يبتعد عن المساجد حتى لا يؤذي الآخرين. فكما أنتم تفرون وتبتعدون عمن تنبعث منه الرائحة الكريهة، الرجل حين يكذب تنبعث منه رائحة كريهة
الملك الموكل بحفظه لا الملك الموكل برقابته. لا تظن، بعض الناس يقولون اذا كانت الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب او صورة، اذا فليكن في بيتنا صورة حتى لا يأتي الرقيب وعتيد يسجل علينا. لا، هؤلاء يسجل عليك عن بعد، يلتقطون بدون ان يكونوا معك، لكن انت بحاجة الى ملائكة يحمونك من بين يديك ومن خلفك، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحمونه من امر الله، اي يحمونه بامر، هنا من بمعنى الباء في عند غالب المفسرين، يحمونه لا من تلقاء انفسهم ولا دفعا للقدر، انما يحمونه بامر الله. هؤلاء الملائكة الموكلون بحفظك والموكلون برعايتك يفرون منك يوم تكذب مسافة ميل من نتن ما خرج منك ومن بعث منك. اذا للعيوب الباطنية وللذنوب رائحة ربما انتم لا تعلمونها ولا تميزونها، لكن ارباب القلوب قد يميزوا، ومن جملتهم الملائكة، فهم يلتقطون ما لا تلتقطون، كما يقول الشاعر: قلوب العارفين لها عيون ترى ما لا يرى للناظرين. اذا كانت قلوبهم ترى ما لا يرى للناظرين، ربما انوفهم تشم ما لا يشمه الاخرون. لكن اكثر اهل الله يعطيهم الله الصبر، حين تدخل عليهم يشمون منك رائحة كريهة من كذبك ومن سرقتك ومن حقدك ومن حسدك ومن ريائك ومن نفاقك ومن نظرك ومن زناك ومن غير ذلك، لكن باعتبار انه مكلف بدعوة الخلق الى الله وانهم على قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم يتحملون عباد الله. وانتم تعلمون اذا كان هناك رجل محسوبا على محبوبك تتقرب اليه حتى لو كان قليل العقل، حتى لو كان متسخ الظاهر، لانه من جماعة محبوبك. فالرجل الصالح صحيح انه يشم رائحة كريهة، لكنه يتحملك نظرا لانك عبد من عباد الله، وقليلا ما يظهر منهم شيء، كما ظهر من سيدنا عثمان رضي الله عنه حين دخل عليه ابو هريرة رضي الله عنه وهو في الشارع، التقى بامرأة اختطفت المرأة من ابي هريرة نظرة، يعني سيدنا ابو هريرة نظر اليها نظرة ربما كانت لها يعني معنى، ليست هي النظرة العابرة، ربما نظر اليها نظرة فيها شوب شهوة. وهم ليسوا معصومين، ليسوا ملائكة، هم بشر يخطئون ولكنهم سريعو التوبة. دخل بعد نظرته على سيدنا عثمان فقال له سيدنا عثمان: أيدخل علي أحدكم وعليه آثار الزنا؟ أيدخل علي أحدكم وعليه آثار الزنا؟ هذا يعني أن المرتبطين بالله سبحانه وتعالى والذين يحتمون بقلوبهم ويبتعدون نوعا ما عن هذه المادة، عن هذا القالب، يمكنهم أن يشموا ما لا تشم. ولذلك الملائكة تشم رائحة الكذب فتبتعد عنك مسافة ميل. وإذا علمتم أن هذه هي فظاعة الكذب، فمن العار أيها الإخوة، من العار أن نجد أناسا في الشارع، في السوق، في المعاملة، في المتجر، في المدرسة، يقولون سبحان الله المسلمين كذابين، يا أخي هذا النصراني شقد صادق، شقد. أي عار يأتي إلينا يوم نجد الناس يمدحون غير المسلمين بالصدق وهم صادقون حقيقة. لا يمكننا أن نرتكب مغالطة وأن نخرج من واقعنا. الناس صادقون، نعم، كاذبون مع معتقدهم، كاذبون مع فطرتهم، لكن في تعاملهم مع الناس يريدون أن يظهروا هذا الدين الباطل بمظهر الدين الحق. ألا ترى أنه أثر في سلوكنا حتى جعلنا صادقين في تعاملنا؟ دينهم أسود لكنهم يعطون صورة بيضاء لهذا الدين. ديننا أبيض
غير أننا نعطي صورة سوداء لهذا الدين، بحيث أننا ندعو الناس بأقوالنا إلى هذا الدين وننفرهم عن ديننا بأفعالنا. من العار أن نجد غير المسلمين يوصفون بالصدق، بينما نجد المسلمين يوصفون بالكذب والمراوغة والخيانة والخداع والغش وغير ذلك مما يشتهر بها المسلمون. والعار، علما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل فيما يرويه عبد الله بن جراد رضي الله عنه، يقول: قلت يا رسول الله، أو سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: هل يزني المؤمن؟ قال: قد يكون ذلك. من الممكن حتى وهو مؤمن قد يزني، ينزلق، يعني الشيطان يغويه، شهوته تغلبه. فقلت له: يا رسول الله، طبعا هناك روايات اخرى سؤال عن السرقة ايضا، هل يسرق المؤمن؟ قال: قد يكون منه ذلك. في هذه الرواية ليست هناك رواية السرقة. يقول: قلت يا رسول الله، هل يكذب المؤمن؟ سألتك هل يزني؟ قلت قد يكون منه ذلك، ربما. فالمؤمن ليس معصوما عن الزنا. هل يكذب المؤمن يا رسول الله؟ قال: لا يكذب. ثم أتبعها بقوله تعالى: إنما يفتري الكذب. من هم الذين يفترون؟ من هم الذين يكذبون؟ كما يقول الله تعالى: الذين لا يؤمنون بآيات الله. هذا بيان. من الذين يكذبون؟ من هم الذين يفترون؟ الذين لا يؤمنون بآيات الله. فإذا رأيتم رجلا يكذب فاعلموا أن علاقته مع الإيمان أصبحت ضعيفة إلى درجة أن الرسول صلى الله عليه وسلم تغليظا له، ولا نقول بيانا للحقيقة، فالإنسان بالكذب لا يكون كافرا. الكذب معصية من الكبائر صحيح، لكنها ليست من المكفرات، غير أنها كبيرة وكبيرة وكبيرة إلى درجة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تغليظا لعقوبته وبيانا لبشاعة أمره نفى الكذب عن المؤمن، وبالتالي نفى الإيمان عن الكذاب. ويقول سيدنا عمر رضي الله عنه: أحبكم إلينا ما لم نركم. ما هي القاعدة؟ كيف نحب الناس؟ يقول سيدنا عمر: أحبكم إلينا ما لم نركم أحسنكم اسما. أناس في دمشق، في أذربيجان، في إيران، في أفغانستان يذكرون لي. كيف أحبهم؟ لأول وهلة يوم يذكر اسمهم أقيمهم على أساس هذا الاسم. قد تقول إن فلانا اسمه جعل، يعني ما لقى أبوه غير هالاسم، ما يدخل هذا الرجل بقلبي. يوم تقول اسمه محمود، عالم، عارف، خالد، إلى غير ذلك من الأسماء الجميلة، جواد، كريم، عبد الجواد، عبد الكريم، وغير ذلك من الأسماء التي يتفاءل الإنسان بها، هذا الإنسان يدخل في قلبي، لأن لكل إنسان من اسمه نصيبا ولو قليلا. لكل إنسان من اسمه نصيب ولو كان هذا النصيب قليلا. يقول سيدنا عمر: أحبكم إلينا ما لم نراكم أحسنكم اسما. فإذا رأيناكم بعد ما جيت إلينا، أجا عندنا عبد الكريم وعبد الرحيم وعبد الخالق وعارف وخالد وحسن ومحمود، كلهم أسماؤهم جميلة، أحببناهم. حينئذ ماذا نفعل؟ يقول: أحبكم إلينا عند رؤيتنا لكم أحاسنكم أخلاقا. الآن
سوف ننظر الى افعالكم والى اخلاقكم، من وجدنا لديه اخلاقا حسنة احببنا. بعد ذلك اذا رأيتنا واحببت الاحسن فينا من الاخلاق ماذا تفعل؟ فاذا اختبرناكم وامتحناكم وخالطناكم وظهرت بضاعتكم أتدري على أي أساس نقيمكم ونرفعكم؟ فأصدقكم حديثا. في البداية قد يكون الرجل كذابا، قد يكون لين اللسان متواضعا معسول الكلام فيجذب انتباه عمر ويحبه عند رؤيته، لكن عند الامتحان وعند الاختبار وعند الاختلاط يوم يومين ثلاثة حبل الكذب قصير. فلا نختار الا صادق الحديث. والكذب انواع، هناك كذب في الاخبار، كذب في الاخبار، تخبر بشيء اعتادوا وانتم تعلمون، هناك اشخاص معينين اسمائهم معروفة، فلان وفلان وفلان، وكثيرا ما نضرب الامثال بهم، نقول انت كفلان، يعني لو رأى 10 طيور يقول رأيت 100 طير. طالعنا من بور الصوبة كم زرزور؟ في ليلة باردة طالعنا من بور الصوبة كذا زرزور. يا اخي الزرازير كيف تعيش في بور الصوبة؟ هو يعلم ان الناس لا يصدقونه، لكن اصبح هذا الكذب في الاخبار جزءا من كيانه. ولذلك يروى ان رجلا كان يكذب ويخدع الحاضرين، لكنه كان رجلا ربما ذكيا وعاقلا يهندس الخبر دائما ويجعله في قالب يصدقه الناس. فرأى اخوه ان يقلده وقال ان اخي رجل كذاب، غير انه يهيمن على الجلسة كلها، اذا حضر في المسجد الكلام له، اذا حضر في الربعة الكلام له، في المدرسة هو دائما يهيمن على الجلسة. انا ايضا سأقلده. يوما ما دخل الربعة وقال لهم يا جماعة انا سمعت صوت عواء الكلاب في السماء. فالجميع كذبوه. كيف يأتي عواء الكلاب من السماء؟ وهم يكذبونه ويهينونه، وبينه وبين نفسه يعاهد أن لا يكذب لأنه فشل. دخل عليهم أخوه وقال ما الشأن؟ قال انظر إلى أخيك إنه رجل كذاب حيشاك، يعني أنت رجل صادق ولكن هذا خرب سمعتك، يقول إنه سمع عواء الكلاب في السماء. قال وأي شيء في هذا؟ أي حرج؟ فلعل طائرا من الطيور المفترسة انقضت على جرو للكلاب وخطفه، وأثناء خطف هذا الطير لهذا الكلب سمع أخي عواءه. قالوا صحيح معقول؟ هل معقول؟ إذن هناك كذب في الأخبار بحيث لا يستطيع، يعني حين يريد أن ينقل خبرا يحكه جلده يتنمل، إذا نقل الصورة بالشكل الدقيق وكأن نملا في جلده يجب أن يضيف عليه شيء من البهارات، وهذا أيضا كذب. ومن أنواع هذا الكذب في الأخبار قد يكون كبيرا جدا وقد يكون صغيرا، كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون كاذبا وقد يكون كذيبة. هناك رجل يكذب كذبة ورجل يكذب كذيبة، ولكن على كل حال هذا كذب وهذا كذب، وهذا يسجل عليك وذاك يسجل عليك. قد يكون كبيرا جدا، يوم تأتي وتقول إنني رأيت رجلا وهو بريء، رأيت رجلا اسمه كذا وكذا يسرق من متاعكم، وأنت تكذب في إخبارك، فهذه كبيرة لأنه بهتان. وقد يكون صغيرا وصغيرا إلى درجة التوسط، كأن تقول الأم لطفلها يا حسن لا تبكي أو لا تذهب، تعال لأعطيك، حتى إذا جاء الطفل وأصبح في قريبا من قبض يدها ضربته كف ودخلته في الحوش، لا تعطيه شيئا.
هذا ايضا كذب، لكنه كذبة متوسطة ليست كبيرة، ليس كعواء الكلاب في السماء. ولذلك يقول عبد الله بن عامر رضي الله عنه، يقول: كنت صغيرا دخل النبي على بيتنا، كنت طفلا صغيرا ودخل النبي علينا وارادت امي ان لا افارق رسول الله، يعني انا ابقى في مجلسه. طبعا انا طفل، ايش لي مع رسول الله، انا اريد ان اخرج. فنادت: يا عبد الله تعال لاعطيك. يقول: ففاجأها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ما عسى انت معطيه؟ قالت: يا رسول الله تمرة، انا راح اعطيه تمرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اما انك لو لم تفعلي لكتبت عليك كذبة. تعطي تمرة لا مانع، معناته اذا نادت الام طفلها وقالت تعال لأعطيك يجب ان تعطيه، على الاقل حرصا على تربية هذا الطفل حتى هو ايضا لا يتعلم ويخدع الاخرين كما تخدعه امه. ولعلكم سمعتم قصة الرجل الذي ذهب مسافة طويلة ليتلقى ويتعلم ويسلك على رجل شيخ، ولما ذهب وجد هذا الشيخ او هذا العالم قد خرج فرسه من الاسطبل، واراد هذا الرجل ان يعيد الفرس. وانتم تعلمون ان الانسان اذا خرج فرسه وشرد يحاول ان يعيد الفرس باي وسيلة، وهكذا فعل الشيخ. ففتح ثوبه، نحن نسميه فرج، فتح فرجه هكذا واشار للفرس ان تعالى. اوهم الفرس ان فيه علف، فيه شعير، فجاء الفرس اليه. فلما جاء الفرس واثناء التقاء الشيخ مع الفرس جاء الطالب الذي اراد ان يتعلم والمريد الذي اراد ان يسلك، التقى هو والفرس والشيخ في لحظة واحدة. فلما اخذ الشيخ بزمام الفرس امن على الفرس ترك فرجه، فوجد المريد او الطالب الثوب فارغان. عاد وقال لرفاقه: تعالوا نعد من حيث جئنا. قال: لما؟ لقد كبدتنا مشقة السفر وظللت تمدح لنا هذا الرجل. قال: لقد رأيتموه يخدع الفرس، ومن يخدع فرسه لسنا امينين ان يخدعنا ايضا. لذلك مهما كان الكذب بسيطا يعطي فكرة للطرف الاخر ان هذا امرا جائز، فقد يستعمل هذا السلاح الذي استعملته انت من اجل حالة بسيطة قد يستعملها من اجل حالة اعنف. وقد تكون الكذبة صغيرة صغيرة الى درجة ان الرسول سماها كذيبة. تقول اسماء بنت عميس: كنت صاحبة عائشة ليلة دخول النبي صلى الله عليه وسلم بها. انتم تعلمون حين يرسلون العروسة تذهب معها امرأة او امرأتين او ثلاثة حتى يؤنسوها، خاصة اذا كانت صغيرة في سنها. وقبل ان يختلي النبي صلى الله عليه وسلم بزوجته الجديدة تروي لنا اسماء بنت عميس هذه الحادثة. تقول: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة، يعني في بداية عهد المدينة ما كانت نزلت آيات الحجاب بالشكل الدقيق، فكان المسلمون ما يمتنعون عن بعضهم، انما كانوا يكشفون وجوههم لانفسهم، وكانوا يقعدون حتى في بيت واحد. لم تأتي آيات التشريع المتكاملة، لان احكام الحجاب ما جاءت الا يوم انتظم المجتمع الاسلامي واصبح الاختلاط بين الرجال والنساء، ودعت الضرورة الى تنظيم المجتمع، حينئذ نزلت ايات الحجاب. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن في بيته شيء. العريس يدخل على عروسته، على العروسة، ولا يوجد في البيت شيء ابدا سوى شيء من لبن، شيء من اللبن، او هي تقول قدحا
من لبن. ولا تظن أن القدح هذا كأس، لا، القدح هو الإناء الذي تشرب منه، سواء كان هكذا أو هكذا أو طاسة كبيرة صغيرة لا يهم. يقول: فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القدح فشرب النبي صلى الله عليه وسلم منه، ثم ناول القدح عائشة فاستحيت الجارية. عائشة جويرية صغيرة، يعني عمرها كانت 9 سنوات 11 سنة بينها على اختلاف في الروايات. قرب النبي اللبن لها فاستحيت، فقلت، هي تقول، المرشدة رفيقتها تقول: لا تردي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشربت، ثم ناولتنا القدح، يعني حتى نشرب، فقلنا لها: لا نشتهي، لا نشتهي. هذه هي الكذيبة، لا نشتهي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجمعن، يقول لنا للنسوة: لا تجمعن جوعا وكذبا، يعني لا تجمعوا المصيبتين على بعضهم. انتوا جائعين لما تكذبون؟ لا تجمعوا جوعا وكذبا. فقلت، أسماء تقول: قلت يا رسول الله، إن قالت إحدانا لشيء تشتهيه لا أشتهيه أيعد ذلك كذبا؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الكذب ليكتب كذبا حتى تكتب الكذيبة كذيبة. كل شيء يكتب، الكذب يكتب، فإذا كان كذبة يكتب كذبة، مضاعفة للتربيع للتكعيب يكتبوها للتكعيب، صغيرة كذيبة حسب الحالة التي أنت فيها. هذا الكذب في الأخبار. وهناك الكذب في الوعد، وهو من علامات النفاق المزدوجة. إذا وعدت رجلا وأخلفت الوعد تكون منافقا من خصلتين: أولا لأنك كذبت، ثانيا لأنك أخلفت الوعد. ولكن لا تظنوا أن إخلاف الوعد أو الكذب الذي هو مزدوج والذي هو خصلتين من خصال النفاق، لا تظنوا أنها هي الحالة التي يقرض الواحد منا 10 ليرات لرجل إلى شهر، فيأتي الشهر ولا يتمكن من الدفع فيخلف وعده معك. لا، ليس هذا. إنما إخلاف الوعد هو أن توعد رجلا وأنت تضمر الإخلاف. يأتي رجل ويقول: نحن بحاجة إلى 1000 ليرة خلال أسبوع راح نجيب لك. هو يعلم أنه بعد شهرين كمان ما عنده 1000 ليرة، لا عنده ولا عند أبوه، ولكن إذا قال له بعد شهرين نجيب لك ما راح يعطي. يقول له: أنا رايح على حسكة وجاي أجيب لك 1000 ليرة، ويروح بوجهه، هذا وجه الضيف، ما عاد يجي. هذا هو إخلاف الوعد. أما لو أنك استقرضت من رجل مالا إلى رأس الشهر وأنت تستلم راتبك في العادة في رأس الشهر، وطرأت أمور، أمين الصندوق غير موجود، حصلت قوانين تبدلت، تغير نظام الرواتب، أخروا راتبك لمدة أسبوع، وما تمكنت من دفع هذا القرض لمن وعدته، أنت حينئذ لست مخلفا للوعد، وإنما أنت تدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم: ليس الخلف أن يعد أحدكم وهو ينوي الدفع، إنما الخلف أن يعد الرجل وهو ينوي المماطلة. الكذب من الدرجة الثالثة الكذب في اليمين، أن تكذب في حلفك، تقول: والله رأيت زيدا. هل أصادق أنت رأيت زيدا وهو يحرق البيدر؟ قال: نعم. احلف. قال: والله رأيته، وهو كاذب. هذا من أبشع أنواع الكذب، وهو اليمين الغموس الذي قربه النبي صلى الله عليه وسلم إلى درجة الشرك بالله عز وجل. وإذا كان فيه
اقتطاع مال امرئ مسلم استحق بهذا اليمين غضب الله عز وجل، كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين ليقتطع بها مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: التجار فجار. التجار فجار. طبعا كثيرون منا تجار، ولكن هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النبي: التجار فجار. وفي رواية: إن التجار هم الفجار. وفيه شيء من التأكيد الزائد، لأن ضمير الفصل فيه نوع حصر. إن التجار هم الفجار، وكأنه يقول هم لا غيرهم، فيه زيادة تعنيف. قالوا: يا رسول الله، أليس الله قد أحل لنا البيع؟ كيف تقول التجار فجار؟ ألم يحل الله لنا البيع؟ قال: نعم، ولكنهم يحلفون فيأثمون ويحدثون فيكذبون. إذا كان التاجر يروج بضاعته بالحديث الكاذب، رأس ماله 10 ليرات، يقول رأس ماله علينا بالله وكيل ب15 ليرة، ومالك علي يمين، ويطج 10 ايمان ورا بعضهم، ومالك علي يمين. طيب مالي عليك يمين، ليش تحلف يا اخي؟ اذا اي التجار هو من الفجار؟ الذي يحدثه وهو يكذب، والذي يحلفه وهو آثم في يمينه. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أبشع الخيانة أن تحدث الرجل بحديث أنت له كاذب وهو لك مصدق. أنت له كاذب وهو لك مصدق. هو يصدقك، هو يأمن عليك ويظنك صادقا وأنت تكذب عليه. على كل حال، بحث الكذب طويل، نكتفي بهذا المقدار، غير أننا نقول قد يحتاج الإنسان إلى الكذب ويضطر إلى الكذب. لذلك قالوا: من حق الإنسان المسلم أن يرتكب بعض المحظورات، وهذه قاعدة عامة قلناها في غير باب الكذب، حتى قلنا في غير الآفات، هو في الكذب حتى وفي الأمور الأخرى. إذا عرفت أنك ستتضرر من حقك أن تتجاوز بعض القوانين. أما إذا عرفت أنك ستحرم منفعة لا يجوز لك أن تتجاوز القوانين. بعض الناس يخلطون، يقول: إن فلانا سألني السؤال الفلاني، وإذا قلت له صادق كنت معه صادقا سأخسر 100 ليرة، هالفوائد ما راح تجيني، أو سوف لن أؤمن هذا المكان عنده، لكن إن كذبته سوف لن أخسر. يجب عليك أن تصدق. لكن هناك رجل يسعى وراء آخر يريد أن يقتله ويسألك، قال: هل رأيت حسن؟ إن قلت نعم دخل هذا البيت سيقتله، حينئذ تقول: لا، ما رأيت حسن. أنت رأيت امرأة يزني بها رجل، ورأى شخص آخر أيضا فشهد لهم، لكن شهادته ليست كافية، قال: إن معي فلان هو أيضا يشهد، هو أيضا رأى، جاءوا إليك، قل: ما رأيت، لله أبدا ما رأيت. ألم ترى هذا الرجل يكذب؟ نعم يكذب، أنا ما رأيت تلك المرأة وهي تفجر، أحمي عرض هذه المرأة المسلمة وأسترها، عسى الله أن يسترني. هذا تكذب فيه. أيضا إذا كنت مدبر معركة وحرب، سقطت 10 طائرات، من حقك أن تقول: أسقطنا 10 طائرات، نحن 10 طائرات منا رايحات. لكن لو قلت 10 طائرات منا نحن، ستتدهور معنويات الجيش، والحرب خدعة. من حقك أن تكذب هنا، ليس عيبا، ويا ليت العرب ما كذبوا إلا في هذه النقطة.
لو انها هذه وحدها كثير منكم ربما يعني يضع اذانه الى اخبار الطيران التي قلناها ايام زمان، هذا لا حرج. والاخر يوم تصلح بين متخاصمين، زيد وعمر متخاصمين، زيد يسب عمرو وعمر يسب زيد، تأتي الى زيد وتقول انا الان كنت عند عمرو كم يمدحك ويثني عليك ويدعو الله لك، وتذهب الى الاخر، لا حرج، انت كاذب، لكن من اجل ان تجمع شملهم. وايضا الزوج يكذب على زوجته والزوجة تكذب على زوجها، لا حرج. الزوجة تزوجت بإنسان لكن هذا الزوج بدأ يعاملها معاملة سيئة إلى درجة أن هذه المرأة أصبحت تكرهه، غير أنها تحترم قيم السماء وتحترم قيم مجتمعها، وآثرت أن تبقى معه وفية وأمينة. يوما ما هذا الزوج القاسي القاتل الضارب الجاني سألها يا فلانة أنت تحبينني؟ هي تكرهه. إن قالت نعم أنا أكرهك فرقت بينها وبين زوجها. من حقها أن تقول نعم أنا أحبك وأنت أغلى رجل، أنت فارس أحلامي. أليس هكذا يقولون؟ وكذب. لذلك يروى أن هدهدا اجتمع مع هدهدة على قبة سليمان يطالبها بالعلاقة الزوجية، والأنثى ترفض، والهدهد يمدح نفسه ويقول أنا كذا وكذا ويجب أن ترتبطي معي لا مع غيري، هي ترفض. قال لها والله لو تزوجتيني، طبعا ليس بمعنى الزواج إنما بمعنى الارتباط، لو أنك ارتبطت بي سترين حينئذ عزائمي وقوتي. قال يعني إلى أي درجة تصل قوتك؟ قال لو أنني ضربت برجل واحد على هذه القبة، قبة سيدنا سليمان، لقلبتها رأسا على عقب. فسمعهما سيدنا سليمان وقال له يا هذا اتق الله. قال يا سيدي أما سمعت أنه لا حرج على العاشق والمعشوق؟ من حقهم أن يقولوا هذه الحالات. إذن هذه حالات ثلاثة: الحرب خدعة تكذب لا حرج، أن تصلح بين متخاصمين لا حرج، أن تكذب الزوجة على زوجها والزوج على زوجته. من أي باب؟ من باب ما ينمي الحب بينهما، لا أن تقول الزوج يقول للزوجة أين كنت؟ هي ذاهبة إلى بيت الجيران تقول أنا كنت عند الطبيب راسي كان يجعني، هذا لا يجوز. إنما أقول تكذب خلاف حقيقة ما في القلب، خلاف عواطفها، تظهر له خلاف ما تبطن من أجل أن تنمي العلاقة، لعلها بهذا العمل تغير ما عليه الزوج، فإذا تغير الزوج لعل الكراهية تنقلب من جديد إلى محبة. نرجو الله سبحانه وتعالى أن يجعل المحبة بيننا جميعا. نقو مختلقو أجدينة تتركتم تراي الشوري أخوة وتصري مقودكي أف قمامة بيناي شما وقتي قمامة بيناي شبالقو ديني موليا يعني وقتيقو أزبيجم حرية العقيدة مساند علمانية دا أزبيجم مساند ديني مدا. خد تعالى القرآن الكريم تبيجي لا إكراه في الدين
قد تبين الرشد من الغي زور نين الدين ده وراستي وخوارج جبهات عسكرن يشيما بونما وكا وقتي وند بيجن تيت بيشوك جوتا زاروكي خو وقتي جو خلق طوال كبر جو بفرن جو يكش واقوت جو بلكي كبر وابوها لبن جو خلاص جو تعليم جوار نابي ابناء القرآن ولد بيجي دبي قد تبين الرشد من الغي تعليم نما جورد بي ولذلك زور نما لا اكراه في الدين دبي شيخ بيخمر دبي افانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين تدخل على زورين الخلقية بكي وابكي مؤمن ليش حكيتها بسمع وقل الحق من ربكم فمن شاء القرآن فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر تخوازي برا مؤمن بي تخوازي كافر بيش على خاطر بكتي طيب ابي كافر ام تشبكنا شيء كل يا اخي تشما درديوي تكشيني تدر دي خدبا تش على خاطر خلقية كتيا آيات عديد بيجي فذكر بيجي بيخنبر فذكر بين بيرا خلقي جوانا بيشتغله وابو وجهي فذكر انما انت مذكر وظيفاتك قلتنا لست عليهم بمسيطر تنا حاكمي تنا رئيسي مخابراتي تبزوري ياتي وكم بيجي ياتي استخمه دولاب ده ياتي وكم بيجي ياتي استخمه كهرباء ده شو علاقته بمسألة كتيا وظيفات توجيهها لست عليهم بمسيطر آيات عديد بيجي طيب افخلكيكم يا مناك انا مشلبكن بعلاقة وبوانينا طيب بنقولوا بمنيد بيو بس اقولوا ناميني ان الينا ايابهم ثم ان علينا حسابهم بري خلكيل من ارجو عبادي خو ابي حسابي قصاتك يا وجهيا مزي وافقس ايات القران مجوال قوتن اما ديني ما نديني ما اويغو مالله اشتر دبيجي دبيغو بو مرتد جديد امي سري جيكن لا او كوكا وي غلط اصلا مسألة سياسية ظروفنا معين افرازاتي ظرفنا معين از مثالك ايش بيجم علم تمام زاني جو عقوبتها مرتد ديني اسلامي ده كشتنا ايجو جدين ده كفي ميو كشن بكار عمليه بقرن كا شكو هاتيا حديثة كتنج معايا حديث عكرمة روايات كي ظنان دار شكوري ابن عباسة دبيجي في خبر عليه الصلاة والسلام قوتيا من بدل دينه فاقتلوه عليكم السلام ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله خذي حاله قلت في خبر حاله قلت يا كرامي بولا شيخي ما ظن نولو قلت ولا سيداي من احمد لطيف نولو قلت ولا زيد نولو قلت ولا مال عبد الحليم نولو قلت يا اخي بزلامك ابزلامي هاي قلت دبيجي جواز لما جواز جامرة نقلت كي شهدبونا تلسر قلتي كلكسم قبولناك يعني نها قلت بيجي من اف قلت ياك لنكسي افلان كسا ازي بس قبولناكم يكي دي لازمها تأكيد شهادات ابكي دبي وندوبن حتى قو ازبي ابكي لكسا ازي زيد سطينم دمع عمري يكي وكا سيدنا علي تقام مظنا سيدنا علي درعي خب يكي جهورتي بقر كاميرا قد قو اب درعي منا اي جهو قنا ولا مكري اي منا شونا محكمين قاضي قلت كده قو شهديتها هنا مثلا يا علي هي قبول لك سيدنا علي دعواوي درع ده قبولنا قو شهديتها هنا قونا ولا شهديتنين ايه قو شهديتنين ويجهو ايجهو ويصونت خوي وامي درع بنيلا تشكي تبير راميني ايجهو ميزان قو ابعد لتهيا قو حرازي مسلمان بو بيجا قصامه ديكي وكا علي وهبالي علي ام شهدبونا ودرعك ده قبولنا بي دفيها بالي وعبي يعني إيرو أبو بكر رضي الله عنه قو بيجي أبكي لكسها آزي بولد فيك يديب ترهابي يكشي لابي دفي عمر ترى شهدبون يبدي علي عثمان حمزة كا ترى شهدبون يبدي زلامك ايه قد بيجي بيخمر قلت زلامك يك ثانية غير ونين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه
فاقتلوه مزي او آياتي وما قلت حمل نصوصين قطعينا شك دوادنينا قرآن خديا يعني كس دليل خرانا بكاف اشتغالي راسه يعني راسه ملا وتمام العربية خي مش بو خاطر اشتغالي ازلامك دبيجي كاراس دبيجي ندخل على الله نود بينا ندخل على الله دتش محكمة شريعتي ده محكمة اسلامي ده شهر شهادة نديت يشورت كالندا وقت يقول مجتمع كده شهر شهر شورت كالندا بين معناه يقف انساني هجها سفارتك هجها رزالتك خوازي مجتمع خراكي إهانة مشاعر ملتك مش بقول شيء وقت يقول انسانك إيرو بلكي جباتك إهانة عقيدتك كفر ببي بلكي أمينا عاجز وكين أمن عقوبتك يشار بينهم نايش برقو كفر بو كفر بي إيماني تنين كيف أخويا برقو إهانة مشاعر ملتك أما نفس أخوذا مؤمن به كافر به شو دين به علاقة بيننا حرية العقيدة شيرها وصانا بلكي أمش مثلا أم تدبون أم تركت المعاني سرتشي بقول ميرك جمت برسي دما تم مسلماني كردي يعني ولو هنجي مثلي خلكي غلان تبنيا ما أمزل كا كرماتي شيء بنا يعني راشتنا مش تبنيا مش طروحاتي إسلامي غلط بخدمتها مش ديني خلكيرا لا ديني صحيح ديني خلكيرا برجو أسبجم إسلام نمايا إسلام بين قوسين يعني ما أنزله الله على محمد كما هو نمايا وإنما مؤثرات سرشيبنا وكا بمعدنك باش وقشر سرشيبنا قاشولي زنقاري سرشيبنا أصدها أجور ورجل من الجامعي يجيبون نقول قال لك هلا وقت يقول مد ميزين كمعشوق زناوي دقو أزناتق الرسمي باسم الإسلام نولي أزنا إسلام أزبيل مبحسن أزنهاش طلع حقيقة خبيت مسكيمة أذكرين مع الباطة كيما ومع الباطة مجي منهجك وهيا أم منهجي ما يديني شكوها بيا أم منهجي ما يكي آنية يعني مثلا شيخي قال كلمة جم حضرت آنية حضرت جم فتح الله ورقان سي آنية فتح الله ورقان سي جم حضرت السيدة آنية فتح الله نبي شيام عبد الرحمن تاغي جم صفة الله أرباسي دمشي حتى الشيخ خالد شهرزوري افتالياس الإسلامي كرمانجية كردي شغلي دصد صالي مشايخي ما كردن دزنت كي از بصد صالي ازو باب وكالي اخوا كيما يقول مولانا خالد طريق جمعانيا جماعتني هنديبون عبد الله الدهلوي ودمشي حتى دقهي امامي رباني هنديبون طيب بصد صالي ابديني هالهندي مايا معقولة قولنا اسرية بثقافتها هندي نعم اسرية بثقافتها هندي بري هندية الكودة بو قول البخارى الأوزبكستان طاشقند لويدي بو معناه هنا بصماتي أوزبكية جي تيدا هنا طيب بري أوزبكية كيبون قولا ترك بون بري تركيا كيبون قولا بغداد عرب بون فارس بون ترلوهاك بو معناه هنا أزنها قلت المدميزيني أز إسلام زائد ثقافتها عربة ثقافتها فرسا ثقافتها تركا ثقافتها أوزبكية ثقافتها هندية وثقافتها كرداش أزنما إسلامها صافن معاني سرچه مقوم وقت يقوم ما راشتا نا إسلامها صاف إسلامها خلقي أز بإسلامها كردي هيا أو يان قررك هبي بلكي نبي بس إسلامها عربي هيا إسلامها تركي هيا إسلامها فارسي هيا هر ملتك إسلام في التراخد درباس كريا بلكي ما كردا ما إسلام في التراخد خوشك درباس نكر بي شبرقو دائما ما خزمت شغل كيرا كريا وقت دولتا عربا بو مش عربا كريا وقت دولتا فرسا بو مش فرسا كريا وقت دولتا تركا بو مش تركا كريا حتى إيرو ما بشكلك منظم ومدروس ما إسلام في التراخد درباس نكريا بلكي حالاتني فردي يعني عفوي تأثيراتني كان دام عليها من أمانة بشكلك منظم إيه خلكي بشكلك منظم
جبل ولو أزنهات بيجم تشتكوا إيرو مع شو اشترتكي أقل ما يمكن تحت خط الصفرة تشتكوا مالي عربة لكريه من أكريا عربة ببختيل بخنبر كريش بخاطر قومية أخوة ملكي عرب دبيجي دبي الأئمة بخمر قوتي الأئمة من قريش يعني رؤساء دولتها وزعامات وقيادات السياسي دبي قريشي بن حال بك خلافة منهجي بخمرها بخمر منهجي لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمين على عربي بخمر دبيجي اسمعوا واطيعوا ولو تأمر عليكم عبد حبشي مصنع وكيبي علاقات بنبي علاقات بعروق علينا ولو عبدك يا حبشي بي ما دام عادله وريد مشينه بدا دوف او هناك مستعده ضرر البيخمبر جيبكي شبو خاطري قيادات سياسيه تستوي دبي الائمه من قريش يان قلت يا احب العرب لسلاس يان قلت يا نزامتشي يان قلت نزامتشي افتمام شيك الرج بو خاطري خدمتها عرقيا خبكي حتى اما وقت تركا كلها ترك ام تركي بعاقل حتى اما وقت تركا جنكيه وبيست اجار الجامعه حنكات كما بخزي مسلمانه ما مالي ما وقت بابي طيار فكري بانا بابي طيار زاني باشقا دعايه اجيتكم بابي طيار دوي تشكاوي نادا جامعتي فيت بلكي قالك اجولي احسان ديا خد قريني خو عاجز دكي جيت برسي دبي كما دبي مالي دبي جي دبي هيك ونزان بتركي ناجي جنتي يعني فيت كردي ما يتركي زانن تركي يعني مشكله وانا هنينا اريد تشمع عاجزي دبي كتي دبي از نسر خد غيدن دبي اثر بيغمبر واصحابي تغيدن دوش بركو تمام تركي نزاني يعني مازي ملكي ترك في خدمتش بلاتي خلتكي يعني مستعده ملايا ترك الجامعه بيجي إيه نزال بيب تركي ناجي جنتي هي من قلت إيه نزال بيب كردي ناجي جنتي بالعكس قالك جماعة أنا مزماني خوش بيرا كريجي از هي نابجم إيه زماني خوي كرديش بيرا كربي ناجي جنتي هي موجي نقول يا بلكي روكي از بيجم مختلق واز ميزنم سلطان مخابرات هنكي جهالو كيف تربي از بيجم بس نا هنكي هي معايا هنكي چند ولو اشاراتي وچند قمشي واخويات كده يعني قوبتس كي دي كان بي سقفي از بيجم يعني بس إيرو هي ما نكوتي يعني ما نتشي ونقي غريب شي ما نخنوي قلبي عرقيتي دا از انسانك رسالة اسلامية بيجم اسلام ابا حتى قلت مظلوم بإسلام يتبن خزمتات أدبي إيه قبول لك بس يدخل ديوان أخي أبو بكر رضي الله عنه وقت هذا المنبري وليت عليكم ولست بخيركم أطيعوني ما أطعت الله فإذا عصيت الله فلا طاعة لي عليكم اجدرني قوتيا القوي منكم ضعيف عندي حتى آخذ منه الحق والضعيف منكم قوي عندي حتى آخذ له الحق وقت يقول له استخندقها تدعم شبر قلت مظلومي ما مظلوميت جي مصطر هيا هيجو خلق اعترافي بتماكي دبيتنيني يعني إيه مثلا دولتي يقول أملينا جميع حقوقها شتخوازي شو حقوقي مواطنها مش تخوازي واجبك مواطني ناديتا ما شفي مظلوميت شفينا مصطر هيا يعني از وقت يقول رسالة إسلامي نخمة بن هدفيك وكتدا أخرى إسلام شيء أخرى على خيري بي طبعا هناك جارنا لازم فهمتكن ولو جي خورتك يسال انترنت ونجي جاري رحمل يمكن اشتغاليها قوم قوت بدقت از وزنين معاه از جارنا مالان اللي استكبوا ارنابي شو يكسر انترنت اللي بزاد بو قوتي معشوق قوتيها او جنتا قو كرد لك ابني دا منابي نولو قوتيها اصلو نابيشم يا ما كرد هنا جهوات نيبي جهنمي ديا ازو اكثر بيش ميرم يا ما خالدنا ودهنا ويا ما ظالم هنا ازوانا هنا وقت يقول ام حساب كان يقول ما ايش خلاص كر ونصرخ وقت امينو لو بقرني دي بازار ما نافا مالي ده باشقيا من اول قلت مقو اسلام دينك امميه جميع امم وشعوب رهاتيه جهه حمم ملتات اسلامي ده هي نمعقوله قو جهه كردات اسلامي ده نبي وروجا قو ونبي بحسن
قو إسلامك هيا جهوتي دنينا فرضا أزنابي هيا لكن رجع قون بي بحسن إسلامك هيا جهوتي دنينا أزي بيجي موكا خودي قوتي وكا خودي القرآن بيجي قل إن كان لله ولد فأنا أول العابدين. طبعا أزنابي كوري خوديها يا حاشا لكن أجر كوري خوديها بي أز أولاد ترم ما دام خودي خداي منا ويكوري بها بي أزي أول عبادة بيكوريكم بس معناه إيه مقود كوري خوديها يا نا جدلا وفرض المستحيل جائز. أجر هو إسلام جديد خلقية طرحة كإسلامي جوار قود جهة وكرداد وإسلامي دا النبي أو إسلام نعبي شما برقو أزواسقم أو نإسلاما أواقو جهة تتيدا نبي أو نإسلاما خدي وبيخنبرا أو إسلامات دي وبابيتيا أو إسلامات سيدا وملايتيا أو إسلامات شيخ وسيديتيا دبي يعني قصدانه إسلاما قوة جب قرتيا وكا شاوها مشركة تقولها بيخبر إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون أو دبي إسلاما قو مشباب وكالي خود قرتبي دبي قو بيها دبي ليزاندن حقي ميستنا دون طاوي دبي أما إسلاما قو خديت قرآن نقوتيا يا قو بيخبر ليش تغليا نممكن أقول جيوا تيدا نبي. طبعا أفقد يقولوا هناك تفاصيل جردفن وعموميات ناس ناخذ يعني بغلطي بين الناس كرن. على كل حال بنا وقف فلاشة بنياني بعربي بومضات بروسك يعني اب نقاطي قمقوتن مجرد بنا ولو بروسك من وانكارن تشتهي مستقبل صار آباكن يعني اصلا ديني اسلامي جارنا دي كلمات تيقول تي اختصار كرن وكا مثلا هناك هاتنا جنبي خبر عليه الصلاة والسلام جاي برسينا قلت يا اسلام اجمر بيجا قلت يا لا تغضب لا تغضب يعني اسلام دور ده اختصار كرن جبرقو حالي وي انساني مناسبة يبو جارنا هناك هاتنا جبي خبر برسينا يعني هركس كي خبرني كرد قلتنا يعني ظنا مدى قوين بعقل ومنطق باش تغالين تحليل بكن هر خبرنا جوانا والحالة خو كارن دوجه أكبر طاغية شو طاغية دنياي بن شو طاغية دين من فرقناكي. طبعا طغاطي الدين تعداوا بيهترش طغاطي دنياي برقو أبناء طغاطي دنياي مصداقياوي هندكا طاغية دين ختمة خدير تخي تدميني سكني تبي أزنابي خدير تشتغل وختي ختمة دين لي خست تدميني سكني شو طغاطي دين شو طغاطي دنياي بن وقتي جو كانت خبري ولو تحليلي وخشك بيشتغلي وتبي يعني محاسبة يبكي تصنام ده تي بيشتاوي تي الأخيخي يعني شبه إسلامي وما هو كما قلت دينك واضحة حتى مختصرة جور بيشم بيخنبر حق داي جميع الشعوب جو تراثي بيجم وأبناء بلكي إنها جمو قران بي لكن حقيقتك طبعا بريا ويش علماء بيشتغلنا وقد شاوى ابن قيم بيجي أينما وجدت مصلحة العباد فثم شرع الله. شريعتنا ولو تشكي غامضة ملتني زاني شيخ زانينا أزوى تمام زاني قو مصلحتها ملتك وتشتكي جديد أو شريعتها. أينما وجدت مصلحة العباد فثم شرع الله. وأو ميزانة تفاضلي أوى في خبرت بشي عليه الصلاة والسلام الخلق كلهم عيال الله ما لا خدينا الخلق كلهم كفلتي خدينا الخلق كلهم عيال الله وأحبكم إلى الله أنفعكم لعيالي. نقول يا أكثركم صلاة يا أكثركم صوما قلت أنفعكم لعيالي شقدر كاري خدمتي بشريتي نبكي سروي أساسي أزي فلتر جوال بيجم بيجينجي نبيت بيجيك شلت بفلتر سراد يا بوت سراد دنجي قرطرة قلتي تفارك بيجينج بيخمر عليه الصلاة والسلام بيجي دبي وقتي قو اشتغالك جوانا هاتا قو تنسر زماني من مزي ابناء حق داية جميع ملتا نيهك نقو حسن بولاي منك تسري بدا نعم على قامش حسن نينا عبد الله على قام بينينا عبد بيجن ملتك مجموعك يعني
دبي قلي ملتا وقتي قو اشتغاليك جوارهاتا قوتن صر زمانين من بسكنن نفسها خو ميزينن نفسها ور حتى جفي اشتغالي عقلي خو ميزينن هرتكا عقلي وقبولت كيف اشتغالي اگر نفسها ورحت نبو بيشتغالي وعقلي واشتغالي قبول نكر بيشتغالي في نكر جبرقو اجز اولاترم جوا قو تشتي قو انسانية قبول لك ازرفتكم ازبا اشتغالي انا عبيجم يعني ولو هاتي قوتن نفسان ديا خلكي نقل كيوش بيخنبر قلت ديك رحتيا نفسيش بقول بيجي البر ما اطمأنت اليه القلب والاثم ما حاك في صدرك وكرهت ان يطلع الناس عليك دي بوقتك اشتغاليك جوانا هاتا قلتن تديت نفسها ترحت نابي عقليتها قبول ناكي فينك اجي وينا بيجم وقتك اشتغاليك اشترى هذا قلتن نبي قلت بي نسر زمانين من قلت اشتغالي جديد نفسها تلين حد بي وعقليتها قبولتك او ايش ما قبول بك ولو نقول بي ايش بقول از اولاد ترى مشتاق اشتغالي اقل از بيجم معناه هنا كانه في خبر عليه الصلاه والسلام بيجي ما راب جديد راب نسر لقي اخوه ما حك جلدك مثل ظفرك تشرميخو الهدياء ابو بكر وعمر وعثمان وعلي بيلي وشرميت وكرمي بي 1400 سال يا بنساني هامريا مع الاسف يعني از بيشتغالي بيجم هي ايرو هناك جمعنا دبي هوارا علي ورب مبا هوارا ابو بكر هوارا شاهي خزنا ورب مبا امتك يقو ساغوي الهيفيا مريه ويبن تيجي اميد جوا ساغاكي هل بتأفسغ هي جوان مريه ترن حتى قو هوارا خد جهنا وانا بدا خدين ان شاء الله متمام شياركي توفيقا بدي وابيك ابو سلام قام اشتغل نجي خدين ان شاء الله رحمه لبكي وان شاء الله بمقام الشهداء هذا ايقف بخرقاندني وشوطاندني ودوري اهل اخوة يعني افتمام حكم الشهداء هذا خدين ان شاء الله حشراي بيخنبر وانبياء تمام ربكي وماشي ان شاء الله بوجهك سبي ما بكيني حضورات بيخنبر عليه الصلاة والسلام